أشاد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم بالعمل الذي يقوم به وليد الركراكي مع المنتخب الوطني قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم بقطر. وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح يومه الأحد حسب ما تناقلته وسائل إعلامية جزائرية بأن الركراكي مدرب جيد ويقوم بعمل جيد مع الأسود، وحول المنتخب الذي سيشجعه بلماضي في المونديال، فأجاب مدرب الخضر بأنه سيشجع كل من تونس والمغرب على اعتبار أن البلدين شجعا منتخب الجزائر في كأس إفريقيا التي فاز بها زملاء رياض محرز بمصر. يذكر أن منتخب الجزائر سيخوض وديتين أمام كل من السويد ومالي، علما أنه غير متأهل لخوض غمار المونديال بعد إقصائه في المباراة الشهيرة ضد الكاميرون. أشاد اللاعب المغربي السابق والمحلل الرياضي يوسف شيبو بلائحة المنتخب المغربي التي أعلن عنها الناخب لوطني وليد الركراكي اليوم الخميس. وقال شيبو في تدوينة نشرها على حسابه في إنستغرام: عرفت لائحة المنتخب الوطني تواجد أبرز اللاعبين حاليا، وفي اعتقادي لائحة متوازنة ومنصفة. وتابع المحلل الرياضي: مع عودة حمد لله أتمنى أن يكون عند المسؤولية ويساعد زملائه معنويا وحتى فنيا، مبرزا أن وحدة المجموعة والروح والقتالية هي الأهم. وأضاف: ما علينا نحن إلا التشجيع والدعم من كل المغاربة، ثقتنا فيكم كبيرة ولا تهتز أبدا، وعاش وديما المغرب وبالتوفيق إن شاء الله. وعرفت القائمة حدوث المفاجأة الأكبر والمتمثلة في تواجد مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله، إلى جانب استقرار الركراكي على جل اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر الماضي. تعرض أمين حارث لاعب المنتخب الوطني المغربي لإصابة خطيرة على مستوى الركبة في مباراة فريقه أولمبيك مارسيليا أمام موناكو لحساب الجولة 15 من الدوري الفرنسي. وغادر أمين حارث المباراة في الدقيقة 61 على ناقلة طبية بعد تدخل قوي من لاعب مون أليكس دي ساسي، إذ يتوقع أن يغيب عن نهائيات كأس العالم قطر 2022. وازداد قلق المشجعين المغاربة ومناصري أولمبيك مارسيليا على إصابة حارث بالنظر إلى ردة فعل زملائه ولاعبي موناكو على اقترابه من اللاعب أمين حارث، ما يؤكد خطورة إصابته. وسيكون وليد الركراكي ملزما على إيجاد بديل لأمين حارث في حالة ما تأكد غيابه عن المونديال، علما أن العديد من اللاعبين تعرضوا للإصابات على غرار عز الدين أوناحي وسفيان بوفال وزكرياء أبو خلال. من المنتظر أن يوجه الناخب الوطني وليد الركراكي الدعوة اللاعب جديد من أجل الالتحاق بالمعسكر المنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لكأس العالم قطر 2022. وتنتظر الجماهير المغربية الاسم الذي سيعوض أمين حارث لاعب أولمبيك مارسيليا بعد تعرضه لإصابة قوية أمس الأحد، والتي ستبعده بشكل كبير عن الالتحاق بمعسكر الأسود. ويعد سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي والرجاء الرياضي السابق، بالإضافة إلى أيمن حسوني لاعب الوداد الرياضي من أبرز المرشحين لتعويض غياب حارث عن قائمة الأسود. ومن المتوقع أن يعلن الركراكي عن اسم اللاعب الذي سيعوض حارث في الساعات القليلة القادمة بعد التأكد من حالة اللاعب الصحية ومدة غيابه عن الميادين. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني حل مساء أمس الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة من أجل الدخول في المعسكر الإعدادي الأخير بانطلاق المونديال نهاية الأسبوع الجاري.